موضوع نتنياهو الحقيقة أصبح ملفتًا. أنا قُلت امبارح إنه صعب فكرة إنه يكون نتنياهو مات وأجهزة المخابرات في العالم ما تبقاش عارفة الخبر ده. لكن الفيديو بتاع امبارح اللي نزّله بعد ما خلّصت البث وبدأت أتواصل مع جهات عدة يعني، كل الناس اللي هم بيحلّلوا الفيديوهات ال ال أنتم عارفين أنا راجل يعني دقة قديمة ما ليش في التكنولوجيا أوي يعني. أصدقاء اللي ليهم في الذكاء الاصطناعي يعني، وحتى جروك اللي هو بتاع إكس وغيره، لمّا تصفّحت كل دول آآ كلّهم أكدوا بنسبة 100% إن الفيديو ذكاء اصطناعي، الفيديو بتاع القهوة بتاع امبارح، بنسبة 100%. هنا بقى لازم يبقى في لمبة بتنوّر، لازم يبقى في لمبة بتنوّر. أنت عملت فيديو بالذكاء الاصطناعي طلع فيه 6 صوابع، وأوروبا والغرب هم اللي اكتشفوه. تروح عامل واحد تاني ذكاء اصطناعي، ويبقى برضه مستواك فيه تعبان، تكتب بعض الخطأ. طبعًا اكتشفوا من موضوع بقى أنتم شفتوا أكيد طبعًا التفسيرات إن القهوة ما اتدلقتش والقهوة ما نقصتش، الكلام اللي على اللوحة مالوش لغة، كلام مالوش لغة أصلًا. حاجات كتيرة جدًا بتؤكد إن الفيديو جروك قال كده 100% يعني، إن الفيديو 100% ذكاء اصطناعي. فهنا الحقيقة المسألة بقت يعني فيها بقى إيه، فيها حاجة، هناك غياب لنتنياهو. تاني اجتماع للمجلس العسكري، فيديوهين ورا بعض ل ذكاء اصطناعي، يبقى هنا في حالة غياب. دي بقى لا مخدرات ولا ناس بتتكلم شعبوية ولا حاجة، لأ ده كده في حالة غياب مؤكد لنتنياهو. غيابه ده بقى بيعمل إيه؟ أنا قُلت لكم قبل كده إن هو عنده سرطان في البروستاتا، بس في أول امبارح بعض التقارير، لأ مش أول امبارح، من 3، 4 أيام كده، إنه إنه في أحد الأدوار في المستشفى الكبرى في إسرائيل اسمها مش عارف لينسي والّا إيه كده، تم حجز دور بالكامل وإغلاقه بالكامل عن طريق الشباك، جهاز ال جهاز الأمن الداخلي. دور بالكامل في المستشفى محجوز، مُغلق، مش محجوز، مُغلق، والشباك هو اللي بيحميه. وتم استدعاء أطباء جراحة المُخ والأعصاب فجرًا. تم استدعاء جراحة المُخ والأعصاب فجرًا. دي معلومات متوفرة في تقارير منشورة في بعض المسائل. هل الراجل فعلًا إحنا عندنا روايتين، إن هو بيعمل جلسات بخصوص سرطان البروستاتا، والاحتمال التاني بتاع موضوع الدور والمستشفى ومُخ وأعصاب دي، إن الراجل تكون جات له جلطة دماغية أو جلطة قلبية من مفاجأة الرد الإيراني عليه يعني. لكن وطبعًا التصريحات كلّها زي ما تقول ميّالة، كل التصريحات والتصدير كلّه الآن الذي يدير إسرائيل هو مجلس الأمن العسكري، اللي هو وزير الدفاع ورئيس الأركان. وده غياب كامل لنتنياهو، وده مش من طبيعة نتنياهو. نتنياهو زي ترامب، عاشقين، في ناس كده عاشقة زي السيسي، كان بيموت ويمسك الكريستالة. في ناس عاشقة، حسني مبارك ما كانش كده، حسني مبارك مش كده، حسني مبارك كان كل فين وفين يعني. في ناس بتبقى عاشقة عنده شهوة الكلام وحب الظهور. ترامب بيعمل في اليوم الواحد 4، 5 تصريحات لو أنت واخد بالك. نتنياهو كان كده. فكون إنه يسيب المجلس العسكري التصريحات تطلع من وزير الدفاع ورئيس الأركان، يعمل فيديوهات تطلع ذكاء اصطناعي، إذًا نحن أمام حقيقة إنه نتنياهو غايب. بس نُص الحقيقة التاني ما نعرفوش. هل هو فعلًا مات؟ هل أصيب بجلطة دماغية أو جلطة قلبية؟ هل هو بيتعالج الحالة بتاعة البروستاتا أو سرطان البروستاتا زادت عليه شوية، ربنا يزود عليه آلام الدنيا كلها. اوعوا تفتكروا إن اللي حصل في غزة ده هيعدي دون عقاب في الدنيا. إحنا شُفنا بعينينا شارون وهو بيتحول إلى كيس نفايات على السرير. ربنا
سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فهنشوف إن شاء الله. لكن هنا إحنا أصبحنا أمام حقيقة، إن حقيقة إنه نتنياهو غايب. يعني أنا باقولها وأنا مستريح جدًا، أنتم عارفين ما باحبش أقول حاجة وتطلع غلط أو كده، لأ، في غياب لنتنياهو. هذه حقيقة لا تقبل لبس، لأن في برضه بعض الناس يقول لك أصل هو برضه يا جماعة إيه، ده شغل الموساد و8200 بيعملوا الحكاية دي عشان إيه، عشان يرفع لك سقف إنه نتنياهو مات، فأنت لمّا تشوفه تحبط والحاجات دي كلها. أنا عارف طبعًا أساليب الخداع النفسي في الحروب طبعًا، لكن بهذه الطريقة في هذا الوقت في أثناء المعركة ده مسألة صعبة، إنك تلعب بحاجة زي كده. ملعون أبو نفسيات العرب على ما لكن نفسيات الإسرائيليين نفسهم. كان في صحفي اسمه كان كتب بوست أول امبارح كده برضه كنت عايز أبعته لعبد الله ونسيت، بيقول إن أنا شايف إن في حاجة في إسرائيل غريبة مش فاهمها. في حاجة في إسرائيل غريبة. فهو طبعًا إحنا عندنا غياب واضح جدًا لبن غفير، بن غفير كان بيعمل كده يا جماعة. آخر جمعة في رمضان، كل آخر جمعة في رمضان ياخد الكلاب بتوعه ويروحوا يضربوا الناس اللي في المسجد الأقصى ويقفلوه. الجمعة دي اتصلت الحمد لله اللي هي اللي فاتت دي. بن غفير غايب، ما ظهرش ولا ظهور. فإحنا في حاجة طبعًا، في حاجة في الموضوع ده، لكن نصف الحقيقة الآخر يعني مش موجود. يعني أنا عندي نصف حقيقة إنهم غايبين، لكن النصف الآخر مش موجود إن شاء الله. يعني يا رب إن شاء الله. أنا طبعًا هابقى من أسعد الناس إنه نتنياهو يموت، أو ما يموتش يعني يتعرّض اتعرّض له شارون ده، نشوف كده نشوفه وهو بيتعذّب بعينينا برضه شوية، قبل ما يروح لله سبحانه وتعالى. لإنه أنا يعني قُلت هذا الكلام أكتر من مرّة، نتنياهو هو آخر ملوك بني إسرائيل العظام. ده آخر واحد، ده آخر الجبارين اللي في بني إسرائيل. بعد كده هيبقى كُلّه وبش حتى تنتهي هذه الدولة وينتهي هذا الكيان. فلو مات ولو مات كمان أثناء الحرب، ده هيكون ليه عامل مهم جدًا في انهيار المعنويات الداخلية. عشان كده الإسرائيليين مش هيعلنوا أي حاجة طبعًا غير لمّا الحرب تُقف. بس القصة طبعًا لحد إمتى؟ الحرب هم الإسرائيليين لسه النهارده بيقولوا قدامنا شهر. هيقدر يشتغل على الفيديو الذكاء الاصطناعي ده لمدة شهر وكل مرة يتفضحوا؟ أصل الحكاية سهلة. يعني أنت ليه بقى تطلّعه في قهوة وتطلّعه مش عارف في كلمة وسط الناس. حضرتك في ميدان كذا، في ميدان مش عارف إيه، في وسط الناس وخلاص ولايف، لايف. بس خلاص تمام، أنت راجل موجود أهو. زيارة، زيارة ياخد طيارته يروح يقابل ترامب. ما هو برضه لازم يتشاور مع ترامب، لإنه كمان إلغاء اللقاء اللي كان بين كوتشنر، كان يوم التلات اللي فات، كان في لقاء بين كوشنر وستيف ويتكوف هيزوروا وبعدين أُلغي اللقاء، كان التلات اللي فات، النهارده الاتنين. ده برضه مدّي إشارات. ففي التأكيد في حالة غياب لنتنياهو، لكن إيه بقى نهايتها؟ ده اللي هنعرفه الأيام الجاية.